السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضلك يا شيخ، توفي والدي في مكة ودفن بمصر. قل الله يرحمه. الله يرحمه ويغفر له. الله يسلمك. وبعد أمي نزلت حضرت الجنازة وعادت مكة تعمل له عمرة وتعتد هناك. طيب الآن زوجة أخي هتولد، فأمي تريد أن ترجع مصر وتحضر معها في المستشفى يعني الولادة. أيوة. هل يجوز لأمي أن تذهب للمستشفى مثلا معاها؟ وإيه اللي واجب يعني إيه اللي متاح لأمي تعمله في العدة وإيه اللي محرم عليها؟ يعني هل ينفع تنزل السوق مثلا تذهب للطبيب؟ يعني إيه الحاجات اللي ينفع تعملها أمي؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فمسألتك أولا منصبة على مكان اعتداد المرأة في مكان اعتداد المرأة المتوفى عنها زوجها. أين تعتد المتوفى عنها زوجها؟ العلماء لهم في ذلك قولان. يرى الجمهور أنها تعتد في بيت الزوجية ولا بأس أن تخرج لقضاء حاجتها ثم ترجع إلى منزلها، ده رأي الجمهور. حجتهم حديث لكنه ضعيف، هو حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله. فهمت كلامي كويس؟ أيوة. لكن هذا الحديث ضعيف، في سنده مجهولة، حديث الفرايع بنت سنان. وهذا رأي ابن عمر، ويروى عن أبيه عمر بسند ضعيف عن عمر، ويروى عن ابن مسعود وعن عثمان. بينما ذهب فريق آخر من أهل العلم إلى أن المتوفى عنها زوجها تعتد في أي مكان شاءت، وذلك لأن الله قال: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قال ابن عباس: ولم يقل في بيت الزوجية. وهذا الرأي تتقلده أم المؤمنين عائشة، وكانت تخرج نسوتها وهن في العدد من وفاة الأزواج حجات ومعتمرات وعليهن ضماد. رأي ابن عباس ومدرسته أيضا كذلك، رأي جابر، رأي علي رضي الله عنهم جميعا. فاختار رأي عائشة رضي الله عنها لأن حديث امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجل لا يصح. وإذا قال من قال من العلماء: من أرادت العزيمة أخذت بقول ابن عمر، من أرادت الرخصة أخذت بقول عائشة. فعليه لا أرى مانعا من انتقال أمك من مكان إلى مكان، حتى وخاصة إذا دعت الحاجة إلى ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ليا سؤال يا سيدي. تفضل. الحمد لله ربنا من عليا بمشروع كده لقمة عيش، يعني الحمد لله بفضل ربنا عليا. مشروع اللي هو تجهيز العرس وكده يعني، فبيجي بصلي العشاء بس وبطلع عشان لقمة عيش يعني، ما بصليش القيام مع الإمام. طيب. بعد الأوقات بروح بعد مثلا الإمام بيكون صلى 3-4 ركعات، بروح أنا مثلا أصلي معاه آخر 4 ركعات، آخر 5 ركعات. فهل يجوز كده ولا كده في يعني اسم عليا؟ لا، ما في اسم على الإطلاق، لكن بعد كده تكمل ولا ما تكمل؟ يعني أنا بصلي العشاء وأطلع وممكن مثلا بروح مثلا الزبائن اللي قدامي خلصتها واجي أصلي 4 ركعات مع الإمام والوتر. يعني بعد كده تصلي الذي فاتك أو لا تصلي الذي فاتك؟ لا ما بصليش، ده أنا بصلي وقت معاه بالوتر يعني. على أي حال لا اسم عليك، ولكن أجرك ليس بالأجر الكبير كالذين شهدوا الصلاة من أولها. فإذا حصل وأردت أن تأخذ الثواب كاملا، إذا رجعت البيت كمل صلواتك التي فاتتك. جزاك الله كل خير. الله يسلمك. السلام عليكم. يا عمر، في حاجة في الشريعة اسمها الترخيم يا عمر. ترخيم يا عمر، انتبه. ولا أريد أن أقول لك لا تكن رخما باللهجة المصرية. الترخيم مثل قول، هو اللي سيف الإسلام اللي بيتكلم هذا الكلام داري يعني. سيف الإسلام آسف يا الرسول قال: يا عائش، يا عائش، هذا جبريل يقرئك السلام. يا أبا هر، يا أبا هر. ترخيم وارد يا في لغة العرب، وتدليع الأسماء وارد، تدليع الأسماء وارد أحيانا، لكن ما تدلعش واحد كبير زيك يعني. شكرا يا حبيبي.